مهما كانت نتيجتك اتمنى تكون راضي ومبسوط. جبت مجموع عالي، جبت مجموع قليل، لسه مستقبلك ما تحددش، لسه سعيك ما انتهاش. السعي والاجتهاد ما ابتدوش عند ثانوية عامة ومش هينتهوا عند ثانوية عامة. الضغط اللي كنت فيها في ثانوية عامة لا تقارن بالضغط اللي هتعيشه في الفترة اللي جاية. ليه؟ انت جبت مجموع عالي، دخلت كلية طب، هتفضل من 6 ل7 سنين، ده لو ما كانش اكتر، بتجتهد وبتتعب علشان تبقى دكتور شاطر. فانت ما بقيتش دكتور بمجرد ان انت دخلت طب، ممكن تدخل طب بالغش وتبقى دكتور برضه فاشل. جبت مجموع قليل، نهاية الدنيا؟ سعيك هينتهي لحد هنا؟ لسه بدري عليك اوي يا حاج. دخلت طب، دخلت هندسة، دخلت تجارة، الشاطر اللي بيبقى معاه فلوس في الاخر. والحقيقة من واقع خبرتي ومن واقع دفعتي الجميلة اللي اتخرج من طب وهندسه وتجاره، كلنا معناش فلوس، نشكر ربنا. المهم خلينا في موضوعنا. انا متفهمه جدا ان الناس حواليك وصلوا لك فكره ان ثانويه عامه دي لو ما جبتش فيها مجموعه تبقى نهايه الدنيا وانت كده بقيت انسان فاشل. صدقني اللي جاب مجموع حلو مش انسان ناجح، واللي جاب مجموع وحش مش انسان فاشل. ليه؟ لان اللي واخد الفكره دي هيوقف نجاحه عند المجموع بتاع ثانويه عامه، وبالتالي هيبطل سعي، واللي بيبطل سعي يبقى انسان فاشل، او على الاقل ما بيوصلش لاي حاجه، ما عندوش هدف يوصل له. هقولك على حاجه، احنا اتعودنا ان احنا نخلص سنه هدفنا نخش اللي بعدها صافي. اتخرجنا بقينا تايهين، ماذا بعد؟ مش عارفين. ما تعلمناش حاجة مهمة قوي، وهي هنعمل ايه في الحياة العملية. كل حياتنا حياة علمية ودراسة، طب والحياة العملية؟ بطيخة، انت بطيخة وانا بطيخة. فللأسف هتخش في مرحلة متتالية من الصدمات، صدمات صدمات صدمات، يا قلب امك مش هتلاحق، وهتفضل تحارب وتحارب وتحارب، ومش هترتاح غير لما كلنا نتكل على الله. للأسف دي الحقيقة. فكل اللي اقدر اقوله لك، ما توقفش سعي. الفترة اللي بعد كده مش هتبقى فترة سهلة، تماسك، كون راجل، كمل سعي. مش هقولك بقى ابقى معيد في الكلية وبقى دكتور في مش عارف ايه، مش شرط برضو على فكرة. قبل باللي ربنا كتبهولك، وان شاء الله ان شاء الله خطة ربنا هتبقى احسن كتير من خطتك. اوكي؟ عن واقع تجربة وعن واقع خبرة، انا كنت في الكنترول بصة للشاشة كده 95.6، كنت مرحلة تانية ومفيش اي كلية نازلالي والدنيا اسودت في وشي. انا اصلا بعد ما خلصت الكلية قلت الحمد لله انا ما دخلتش طب ولا اي حتى كلية من اللي هي 5 سنين دي، كنت هقعد سنة زيادة، ما صدقت خلصت من المرحلة التعليمية كده. بجد انا فخورة بيك ان انت فضلت صامد، فخورة بيك ان انت طلعت منها عايش وكويس جسديا ونفسيا. انا عارفة ان انت زعلان بس انت صدقني سليم نفسيا. ربنا يخليك لاهلك، اهلك صدقني هيبقوا فخورين بيك مهما كانت نتيجتك. المهم ان انت تثبت نفسك بعد كده وما توقفش سعي. شوف انا قلتها كم مرة، عدلي بقى، انا قلت ما توقفش سعي كم مرة. ربنا معاك في اللي جاي يا اسطى. باي.